اكثر حاجه اللي ندمت عليها في حياتي ماشي غير ندمت عليها ديال بصح، هو انني ضيعت سنوات وكنت كنتسنى شي حاجه اللي مستحيل تجي، اللي هي الوقت والظروف والفرصه المناسبه. اختبر مع الشيء في حياتي وانا كنحاول نجرب نصور ونكتب سكريبت، نبدل الطريقه ونغير الافكار، ولكن الشكل والطريقه اللي كنت باغي يبان بها لكم عمرني ما جرب. علاش؟ حيت بنيت وسط راسي واحد الصنم مثالي اللي هو كرسي مريح، اضاءه مثاليه، صوت نقي وكاميرات مختلفه، وقلت مع راسي ما نبدا تطفر عندي هادشي كامله. وملي فقت حسيت براسي ضيعت اهم حاجه عندي اللي هي الوقت والنيه وحماس البدايه. ولكن تعلمت واحد الدرس كبير بزاف، ما كاين لا وقت مثالي لا ظروف مثاليه، ما كاين غير بدا من الفرصه اللي عندك، من البلاصه اللي واقف فيها انت، بدا من الصوت ما فيه والو، بدا بكاميرا تاع التليفون عاديه، بدا وانت ما عارف شنو دير، ولكن غير بدا. حيت التعلم الحقيقي كيبدا وانت في وسط الطريق ماشي قبل ما تخرج ليه. اللي خاصك تعرفوا هو انه الخوف من الفشل كيبقى غير وهم كبرناه في المخ ديالنا وكيدمر الطاقه تاع الناس في انتظار المثاليه التامه. انا بديت والحمد لله، واللي كنتي كتسمعني وكتشوفني حتى انت، هذه فرصه اللي كانك تبدا. ما تضيع سنين من حياتك وانت كتشوف الحلم ديالك كيتدمر وكتقول غادي نبدا يكون عندي هذا الشيء. لا، بدا من دروك. اكتب لي في تعليق وقول لي انا غادي نبدا بهذه الفوضى اللي عندي، وخلي هذه الجمله تكون عاد بيني وبينك. تابعني حيت كون نهار كاين الفيديو بحال هذا فيه صدق وعبره وتحفيز من القلب للقلب. بارطاجي الفيديو مع صاحبك اللي تيقول مازال ما جاش الظروف، وقول ليه غير بدا بداك الشيء اللي عندك حيت الوقت ما كيسالش. معكم عبد اللطيف، السلام عليكم.